مرحبا حبايبي، كيفكم؟ اخباركم؟ اليوم جبت لكم الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا. في كتير ما يحبون يحطون البروتين او الكرياتين او المواد الكيماوية، يحبون المواد الطبيعية. عشان كده جبت لكم اليوم الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا. فقبل ما اعطيكم الخلطة، اول شيء راح نتكلم عن الايجابيات حقة النشا في الشعر، وعن السلبيات النشا في الشعر، لان اي شيء له ايجابيات وله سلبيات ولو يكون طبيعي. المعروف انه ايجابيات حقة النشا انه يعالج تساقط الشعر، يزيد من كثافة الشعر، ويقضي على قشرة الشعر. تمام، يخلصنا من قشرة الشعر، ويمنح شعرك الانسيابية واللمعان والحرية، يعني يخلي شعرك ناعم. ليش؟ لانه يحتوي على مادة مركبة اسمها الانيزيتول. هذه هي المادة موجودة في النشا، بتساعد الشعر على انه يصير ناعم. تمام، وكذلك يقلل من انقسام نهاية الشعر. لما تيجي تشوفي مثلا في الشعر تلاقين في اخر طرفه متقصف كده، يعني متقطع، عنده كذا راس. النشا هذه بتحافظ على الشعر وبتعالجه، وبتخلي الشعر كتيف ما شاء الله، وبتطوله وتحمي شعرك وتقويه من الجذور. تمام، هذه هي الإيجابيات. بس لكن في سلبيات كذلك. مثلا السلبيات انه اذا كثرة استخدام النشا على الشعر فهو بيخلي شوية جفاف. تمام، بيخلي شوية جفاف في شعرك، واحنا ما نبغى الجفاف هذا يكون في الشعر. عشان كده لازم تتفادين انك تسوين الخلطة هذه يوميا، يعني تسويها مرتين في الاسبوع او مرة في الاسبوع، فهذا حد كافي. فراح اعطيكم الحين المكونات اللي راح نحتاج. اول شيء راح نحتاج زيت زيتون. مثلا اخذت 4 ملاعق نشا. تمام، اخذ معها ملعقة زيت زيتون وملعقة زيت زوز الهند، نخلطهم مع بعض كويس. تمام، عشان نحطهم على الشعر، نخلطهم كويس ونحطهم على جنب. ايش راح نسوي؟ قبل ما تحطين الخلطة هذه، من الاساسيات الخلطة هذه لازم شعرك يكون نظيف. تمام، لازم الشعر يكون نظيف عشان الحراشف الشعر تكون مفتوحة ومتجهزة، الفروة نظيفة ومتجهزة عشان تستقبل الخلطة هذه. لان اذا شعرك مثلا فيه قشرة ووسخان، فيه زيوت وحاطة كريمات وحاطة مثلا سبراي وحاطة الاشياء هذه، لما تحطين المادة ما راح تدخل في شعرك، حتكون الحراشف الشعر مقفلة، والفروة حتكون متغطية بقشرة بالقشرة حقت وسخ عرق، بالقشرة العادية اللي بتكون في الشعر. تمام، فنصيحة اي خلطة مهما كانت لازم اول شيء نغسل شعرنا كويس بالشامبو اللي احنا متعودين نغسلي به. تمام، تغسلي به شعرك، بعدين تشورين شعرك. بعدكم حيقول ليش نستشور شعورنا، انا حقول لك ليش. لان المادة لما يكون شعرك مستشور وتحطين الخلطة هذه من الجذور للاطراف، فنعومة الشعر في البداية بتساعد الخلطة انها تعطي الشعر نعومة. فالطريقة هذه بنسوه كذلك في الفرد قلاط المعروف الصيدلي هذاك الاحمر، نفس الطريقة نسشوره وبعدين نحط المادة يطلع الشعر انسيابي حرير. والخلطة هذه يبغالك انك تغسلين شعرك بالشامبو، تسشويرين استشوار حلو، تحطين الخلطة بشعرك من الجذور للاطراف. تمام، تخليها بشعرك نص ساعة، ساعتين، حتى 3 ساعات. ترى لا تخافين، لان مواد فيها زيت زيتون وزيت زوج الهند. بعدين اغسل شعري بايش؟ بلسم فقط. ايوه، بلسم فقط، لا تحطين الشامبو. ليش بلسم فقط؟ عشان تبقى هذيك اللمعة في شعرك. لان اذا غسلتي بالشامبو وحطيتي بلسم، اذا غسلتي بشامبو فالشامبو حيشيل هذيك اللمعة من شعرك. فأحسن شيء غسلي بس ببلسم وجففي شعرك. والخلطة هذه سويها كبداية مرتين في الأسبوع. تمام، بعدين مرة في الأسبوع. هذه خلطة صحيحة والمجربة، واللي كتير جربوها وطبقوها وضبطت معهم 100%.
الفرد النشا لفرد الشعر. فراح اعطيكم خلطة تانية خارج الاطار. في مثلا تاخدين علبة زبادي مع صفار ابيض مع ملعقة عسل مع ملعقتين زيت زيتون، ونخلطوهم مع بعض. هذا ماسك مرة يا بنات صراحة مرة رهيب. نخلطوهم مع بعض ونحطوهم في شعر نص ساعة ساعة، وغسلي شعرك ويرجع شعرك ما شاء الله تبارك الله، يعني شيء خرافي ما شاء الله. انه الشعر يوقف تساقط، تعطيك لمعة، تغذي شعرك. لان هذه المواد اللي كلها اللي عطيتك زبادي وصفار البيض وعسل وزيت زيتون، فكل شيء له فوائد. فما راح اقدر في فيديو واحد اقول لكم عن الفوائد هذه، فانتوا تعرفون كل شيء له فائدة له، وطبعا كل شيء له سلبياته. تمام. فهذه الخلطات خلطتين، اتمنى انكم تجربوها. وبالله يا بنات اي وحده جربتها ترسل لي عشان نعرف البنات اللي ما قد جربوها يجربوها حتى هم ويستفيدوا منها. وفي امان الله.